والله ما اعتقدش ان مجال الفرونت اند بيموت، ما اعتقدش في اي مجال بيموت يعني. هو ممكن المجالات بتتغير طبعا مع وجود الاي اي، بس ما لا يعني ان هم بيموتوا. الموت دي كلمه صعبه قوي، لان انت لحد النهارده في ابلكيشن كده بتطلع، ابلكيشن موجوده الناس بتشتغل عليها. اليو اي نفسه كفكره او كفرونت اند كفكره ما راحش في حته، موجود معانا يعني. طريقه التطوير بتاعته بتتغير، وده شيء معروف من زمان يعني. الفرونت اند بتاع النهارده مش هو بتاع 5 سنين فاتوا، مش هو بتاع 10 سنين فاتوا، مش هو بتاع 20 سنه فاتوا. اوكي، فما تحيرش نفسك في الحته دي. انت بقى ده السؤال التاني اللي هو كجونيور محتاج تركز على ايه. محتاج تركز انك انت تطور مهاراتك، وتطور انك انت الحجم الحاجه اللي بتشتغل عليها، تاخد مبادرات، تاخد يعني ريسبونسبيلتي اكبر. ما تخافش من انك انت تاخد حاجه ممكن تحس انها اكبر شويه منك، لانك انت كده بتكبر. انت كل ما تاخد حاجه اكبر سنه ده بيخليك تدوس شويه زياده، تتعلم حاجه جديده وهكذا. وابتدي يبان عليك انك انت اندبندنت، انك انت عندك استعداد تاخد مسؤوليات اكبر. وهو في الاخر السينيورتي مش معلومات قد ما هي مسؤوليات يعني. المعلومات حلوه وكل حاجه، وهتكتسب منها مع يعني علم جديد وبتاع، ولما تشتغل كتير بتاخد خبره. لكن النقطه الاهم في انك انت ازاي تترقى للنقطه اللي بعديها، انك تكون عندك استعداد تاخد مسؤوليات اكبر. لان كل ترقيه او كل مستوى مسؤوليته اكبر، والاكونتابيلتي عليه تبقى اكبر. فهو لازم يشوف منك انك انت عندك الاستعداد ده، انك انت ما بتخافش يعني انك انت تاخد حاجه، ولما بتاخد حاجه بتخلصها، ولما بتاخد حاجه بتبقى قدها. ده اهم بكتير جدا من اي حاجه تانية.